نفسي أعرف هنفضل ناخد بالمظاهر بس لحد إمتى؟ أنا بنت وظروفنا المادية على قد حالنا ولبسي دايما مش أحسن حاجة. وكانت في بنت بتدرس معايا كان اسمها دانا، كانت بتدرس معايا في نفس الفصل وكانت مشهورة وغنية وجميلة، بس كانت متكبرة قوي. ففي مرة المس عزمتنا على حفلة، للعلم احنا 5 بنات بس، أنا ودانا و3 تانيين. فأنا من يوم ما المس قالت على الحفلة وأنا بزن على أبويا علشان يشتري لي عباية جديدة، وفعلا بعد زن طويل اشتريها لي، بس كانت رخيصة، بس أنا كنت فرحانة بيها قوي ولبستها يوم الحفلة. وأنا واقفة جات لي دانا وهي لابسة عباية غالية وقالت لي بسخريه: شوفي كده، ده الخدامه بتاعتنا لابسه احسن من عبايتك دي. والكل بدا يضحك عليا، بس على مين؟ انا مسكتش طبعا وقلت لها: خدمتكم بقى ما تعرفش الحركه دي، ومسكتها من شعرها وعجنتها في الارض، هي وعبايتها اللي بتتفشخر بيها دي. وتاني يوم الصبح المديره نادتني ولقيت دانا موجوده هي ومامتها كانت قاعده تزعق جامد: وازاي ده يحصل في بنتي؟ وانا مش هسكت. وانا كنت خايفه بصراحه، بس افتكرت ان في واحده زميلتنا كانت بتصور اللي بيحصل وقلت لهم ينادوا عليها. وفعلا سمعوا الكلام وشافوا الفيديو، وامها حرفيا القطه كلت لسانها وبقت محرجه ومكسوفه جدا، ودانا قعدت تعيط والمديره فصلتها اسبوع، وانا كده ابقى خدت حقي.